السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكد حفيظ الدراجي في تعليقه في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي على أن المغرب لن يتمكن من تنظيم كأس إفريقيا 2025 لأنه لا يتوفر على الملاعب المطروحة بملفه، وأن المغرب يبيع الوهم فقط، ليس لديه ملاعب كافية، مجرد صور وجرائد خاوية وفارغة دون واقع. وأكد حفيظ الدراجي على أن الجزائر قادرة على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم وكأس العالم للأندية دفعة واحدة دون الحاجة إلى بناء ملاعب أو إصلاحات أو صور أو أكاذيب. وقال إن المغرب لديها فقط 4 ملاعب تصورها وتنتجها للعالم، وليس لديها أي مال لبناء ملاعب جديدة، عكس الجزائر التي تتوفر على ثروة مالية ضخمة تستطيع بناء 100 ملعب في غضون سنة واحدة. غير أنه ليس لديه أي فكرة عامة عن المغرب، فالمغرب يتوفر على مؤهلات عالية وبنية تحتية ضخمة جدا، ليس الملاعب فقط، فلجنة الكاف ولجنة الفيفا تعتمد في اختيارها على البلد المنظم على البنية التحتية وليس فقط على الملاعب، وهذا ما يجهله المعلق الجزائري حفيظ الدراجي. وأكد حفيظ الدراجي على أنه سيحضر لكأس إفريقيا سنة 2025 بالمغرب، على أن يكون شاهدا على التنظيم الكارثي الذي سيكون بالمغرب. فأكد أن الواقع ليس هو الصور، وأكد أن الصور ليست هي الواقع. الجزائري حفيظ الدراجي أكد مرارا وتكرارا على أن الجزائر قوة ضاربة في البنية التحتية والملاعب. وقال حفيظ الدراجي لجريدة المساء على أن الجزائر ووزير الرياضة الجزائري بوريطة على أنهم على استعداد لبناء أكبر أكاديمية للناشئين في إفريقيا، وستكون بالعاصمة وهران بالجزائر. وأكد على أن الأكاديمية ستكون من أضخم الأكاديميات وأفخم الأكاديميات بالعالم، ستتفوق على جميع أكاديميات العالم، وعلى أن المنتخب الجزائري سيصبح من أقوى المنتخبات في العالم وفي القارة. وفي رده على السؤال من المذيعة عن نية ترشح وزير الرياضة لرئاسة الكاف، قال حفيظ الدراجي على أن وزير الرياضة الجزائري لا يطمح أن يكون نائبا أو مستشارا في الكاف، بل يطمح في السنوات القادمة أن يكون قائدا ورئيسا للكاف، وأن يتحكم بإفريقيا في الشأن الكروي.